السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل أي شيء اشترك في القناة وحط لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. معانا شقة للبيع، شقة للبيع مساحة 85 متر، شقة للبيع مساحة 85 متر، 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام، 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام وبلكونة. الشقة يا جماعة متشطبة تشطيب كويس جدا. في كمان جبس بورد وبلكونة، يعني دي بتبقى ميزة طبعا في شقق شبرا الخيمة. شقق شبرا الخيمة بيبقى أكتريتها أو أغلبيتها من غير بلكونة. فغالبا يعني الشقق هناك نظامها كلها كده، لكن الشقة اللي معانا ديت ميزتها انها طبعا فيها بلكونة. الشقة يا جماعة في منزل، مش في عمارة، في منزل، بس المنزل كويس. الشقة في الدور السابع، طبعا ما فيش اسانسير. انا بحب اقول كل حاجة للامانة. طبعا الشقة يا جماعة ما فيش اسانسير في الدور السابع. الدور السابع دلوقتي يا جماعة بقى حاجة عادية جدا جدا جدا، يعني ما بقاش حاجة بعيدة او دور بعيد او حاجة. لا، الدور السابع بقى دور عادي جدا يعني بالنسبة للناس دلوقتي. الشقة تشطيبها تشطيب كويس، وطبعا بلكونة جبس بورد، 3 اوض وصالة ومطبخ وحمام، و85 متر. الشقة تبع شركة المصرية للعقارات، وطبعا شركة المصرية للعقارات دوت مكتب عنده شقق في منطقة أم بيومي، لكن عنوان المكتب في أحمد عرابي شبرا رخيمة. طبعا مكتب المصرية للعقارات هو المسؤول يفرجك على الشقة، وهو طبعا اللي لما تتصل بيهم هم اللي هيوصلوك لصاحب الشقة، وطبعا هتتفرج على الشقة من خلالهم. الشقة موجودة في منطقة أم بيومي شبرا الخيمة. الشقة موقعها كويس جدا، قريب من منجيني أم بيومي، محل منجيني أم بيومي شبرا رخيمة. الشقة تبع شركة المصرية للعقارات، وطبعا موقع أو مكان المكتب بتاع شركة المصرية في أحمد عرابي. الشقة تشطيبها كويس جدا، فيها بلكونة جبس بورد، 3 أوض وصالة ومطبخ وحمام. الشقة يا جماعة موجودة في طبعا عمارة، مش في قصدي موجودة في بيت مش في عمارة، لكن البيت كويس. الشقة في الدور السابع والأخير. طبعا الشقة موجودة في أم بيومي، قريبة من العمومي، قريبة من العمومي، من محل منجيني أم بيومي شبرا رخيمة. الشقة تبع شركة المصرية للعقارات، هم اللي هيوصلوك لصاحب الشقة، وهم اللي هيفرجوك على الشقة بإذن الله. الشقة سعرها 280 ألف جنيه، 280 ألف جنيه. ولو حابب تعرف أي تفاصيل اتصل على الأرقام اللي موجودة داخل الفيديو، أو ابعت واتس وهم هيردوا عليك، لان شغلهم اكتريته على الواتساب. ابعت واتس وهم هيردوا عليك ان شاء الله. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك علشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.